تعرف ان في كام خطوه هخليك توفر استهلاك موبايلك للانترنت للنص او اكتر فعليا، حتى لو انت بتستخدم باقه تليفون عاديه او باقه انترنت ارضي للبيت. من غير كلام كتير خلينا نبدا باول خطوه، وهي انك تخش على تطبيقات السوشيال ميديا زي الفيسبوك والانستجرام وعندك التيك توك. هتلاقي فيه ميزه بيوفرها لك اسمها توفير البيانات. الميزه دي جميله جدا، بتخلي كل الفيديوهات والصور اللي بتظهر لك بجوده اقل شويه، هتوفر لك كتير جدا في باقه الانترنت بتاعتك. وكمان في ميزه حلوه جدا على الفيسبوك والانستجرام اسمها تشغيل فيديوهات تلقائيه. دي ملهاش لازمه بالنسبه لنا، احنا عايزين نوفر هنا باقات نت، فما تشغلهاش اصلا لان مش هتفيدك. هي كل اللي بتعمله ان بتبدا تحمل اول كام ثانيه من كل فيديو في كل تايم لاين انت بتشغله عندك. حتى لو لاحظت ان انت بعد كده لو فتحت الفيسبوك وانت مش موصل تليفون باي انترنت، بتلاقي فيديوهات جديده انت اول مره تشوفها محمله عندك على الجهاز، وده بسبب الميزه دي اللي حرفيا بتاكل الباقه عندك. شوف بقى، لو طبقت الميزه اللي قلت لك عليها دي على كل الاجهزه اللي عندك على الراوتر بتاعك، هتلاقي فرق ملحوظ جدا في استهلاك الانترنت، وده كله من خطوه واحده بس. بالك بقى لو شفت الفيديو اللي لسه نازل عندي على القناه وفيه 5 خطوات هيفرقوا معاك جدا في استهلاك الانترنت لحد اخر الشهر.